في سؤال بسيط بس دايما بيخطر في بالنا، ليه لازم نطفي الموبايل او نحطه على وضع الطيران واحنا جوه الطياره؟ هي الشبكه يعني ممكن توقع الطياره ولا دي حركه شكليه كده عشان النظام؟ طيب خلينا نحكي الحكايه من الاول. زمان لما التكنولوجيا ما كانتش لسه متطوره قوي، كانت اجهزه الطيارات حساسه جدا لاي تداخل في الاشاره. يعني لو راكب سايب موبايله مفتوح، الموجات اللي بيبعتها ممكن تعمل تشويش بسيط على اجهزه الاتصال الموجوده في الكابينه. مش هتوقع الطياره طبعا، ولكن هتسبب ضعف في الاشارات اللي الطيار بيعتمد عليها. يعني مثلا ممكن يلاقي تشويش وهو بيكلم برج المراقبه، او انقطاع بسيط في التواصل مع برج المراقبه، وممكن التشويش ده يضيع معلومه مهمه الطيار كان محتاج يسمعها. وطبعا في لحظه حساسه زي الاقلاع او الهبوط مفيش حاجه اسمها بسيطه. طيب احنا دلوقتي الدنيا تطورت، ليه لسه بيطلبوا كده؟ النهارده الطيارات الحديثه محميه اكتر والاشارات ما بقتش خطيره زي الاول، بس شركات الطيران ما زالت بتحافظ على القاعده دي علشان الامان. يعني حتى لو الاحتمال ضعيف فهو لسه موجود، ومفيش حد عايز يجرب حظه على ارتفاع 30,000 قدم. كمان في سبب تاني محدش بياخد باله منه، لما الموبايل بيحاول يلقط شبكه في الجو بيفضل يبدل بين الابراج بسرعه رهيبه، فده بيستهلك بطاريته بسرعه كبيره، وكمان بيعمل ضغط على الشبكات الارضيه، والشبكات الارضيه دي الطيارين بيحتاجوها. فمن الاخر وضع الطيران مش بس بيحمي الطياره، ده بيحمي موبايلك كمان. فالموبايل مش هيوقع الطياره، بس الالتزام بالقواعد دي هو اللي بيخلي الرحله امنه. الطياره دي مش مكان للمغامرات، كل تفصيله فيها معموله عشان سلامتك. بس السؤال اللي فعلا يخلينا نفكر، ليه دايما بنسمع عن ناس عندهم فوبيا الطيران برغم ان الطيران هو اكتر وسيله سفر امنه في العالم؟ ايه اللي بيخوفهم بالظبط؟ استناني الحلقه الجايه هنعرف الجانب النفسي الرهيب من الخوف من الطيران. وبس كده، سلام.